السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزه جميله جدا، عباره عن تكرار سطرين اتنين بس. الغرزه دي سهله جدا وبسيطه، هنقدر ننفذها مع بعض خطوه خطوه. تقدري تنفذي منها اي مشروع تحبي تنفذيه، سواء بقى تشتغلي منها بلوزه، تشتغلي منها جاكيت، تشتغلي منها بطانيه بيبي، اي حاجه، اي فكره انت عايزه تنفذيها هتنفذيها بامر الله لما تعرفي خطواتها. يلا بينا نبداها مع بعض. بس قبل ما نبدا اعرفكم عن نفسي، معكم سمر من قناه افكار موري. اتمنى اشتراكك معايا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، والمشاركة مع الأصدقاء والحبايب عشان يستفيدوا معانا وعشان قناتنا تكبر بيكم. يلا بينا نمشيها مع بعض خطوة خطوة. الخيط بتاعنا النهاردة، ودي مقاس الإبرة رقم 4. مع بعض أول حاجة عقدة البداية، باخد لفة على صبعي كده وباخد فتلة البداية دي، باخدها من ظهر الدايرة دي، وبسن الإبرة بسحب الفتلة دي كده من النص واطلع أسحبها لفوق. بكده كونت عقدة البداية. هنبدأ نطلع بعدد من السلاسل. عدد السلاسل اللي أنا هشتغل فيها عدد من مضاعفات رقم 3، يعني هشتغل 1 2 3، وارجع تاني اكرر 1 2 3، وارجع اكرر تاني 1 2 3، وهكذا بقى هشتغل من مضاعفات رقم 3 لغاية لما نجيب الطول اللي احنا محتاجينه. انا هنا كده اشتغلت 15 غرزة سلسلة، تمام، كعينة للشغل بتاعنا. بعد كده بعد ما بكون 3 سلاسل في 3 سلاسل، هنيجي بعدها نشتغل 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى انا كده بشتغل هنا كده من مضاعفات رقم 3، وبعد كده بزود عليهم 7 غرز كمان سلسلة. هنبدأ نعد مع بعض. ادي 1 2 3 4 5 6. هسيب الست سلاسل دول واجي في سلسلة رقم 7 وهدخل اكون فيها غرزة حشو. بدخل بالابرة فاضية واخد منها لفة خيط، هطلع معايا لفتين على الابرة، هاخد لفة خيط اقفلهم بغرزة حشو. هبدأ اخد معانا سلسلتين، 1 2، اسيب من تحت معايا سلسلة التانية وادخل في رقم 3 واكون فيها غرزة حشو. بعد كده هناخد 2 سلسلة، 1 2، وابدأ اجي من تحت هنسيب سلسلة التانية واجي على تالت سلسلة واكون فيها غرزة حشو. باخد لفة خيط واطلع معايا اللفتين اقفل الاتنين مع بعض مرة واحدة بغرزة حشو. اخد سلسلتين، 1 2، ونسيب سلسلة 2 وادخل في تالت سلسلة واكون فيها غرزة حشو. همشي بالنظام ده بقى كده على السلسلة بتاعتي كلها، واسيب سلسلة 2. هيجي هنا كده معايا اخر سلسلة معانا في الدور بتاعنا، هاخد لفة خيط واكون عليها غرزة حشو. هنبدأ نجيب اللون الجديد وهنبدأ نوصله معانا. هاخد منه لفة خيط كده واسحبه من اللي معايا على الإبرة، واسحب اللون البيج كده من تحت، اللون الأولاني، واسحب اللون التاني كده معايا، وابدأ اطلع اول حاجة معايا 3 سلسلة، 1 2 3. الف الشغل بتاعي الجنب التاني، هجيب اللون اللبني ده كده معايا طرف الفتله دي وهاخدها اداريها معايا في وسط الشغل، وابدا اخد لفه خيط. وهنيجي جوه الفراغ ده بقى كده، السلسلتين اللي احنا كنا بنكونهم كان بيكون فراغ كده في النص ما بينهم، هدخل فيه وابدا اخد منه لفه خيط واطلع معايا 3 لفات على الابره. هاخد لفه خيط اقفل 2، لفه خيط اقفل 2 لسه معايا على الابره. بكده كونت اول عمود. لفة خيط هنزل تاني في نفس الفراغ بتاع السلسلتين واخد منه لفة خيط واطلع اكون فيه تاني عمود، لفة خيط وادخل لتالت مرة في نفس المكان واكون تالت عمود معانا. يبقى انا هنا كده اول حاجة طلعت بالثلاث سلاسل الارتفاع بتاعي. بعد كده كونت في اول فراغ معايا 3 عمود بلفة واحدة. هبدأ اخد لفة خيط وهنيجي على الفراغ اللي بعده بتاع فراغ السلسلتين دول واخد منه لفة خيط من تحت واطلع اكون اول عمود، لفة خيط وانزل تاني في نفس المكان واكون تاني عمود، لفة خيط وانزل لتالت مرة في نفس المكان. وكده كونت 3 عمود بلفة واحدة في نفس المكان بالشكل ده. بكده فتلة البداية تعتبر اتدارت كده معايا شوية، خلاص ما عادش محتاجاها. هبدأ اكمل الدور بتاعي ده بقى كده على اخر فراغ معايا، خلاص هبدأ اكون فيه برضو 3 عمود بلفة واحدة، 1 2 3.
بكده كونت في الفراغ ده ال3 عمود بلفه اللي احنا متفقين عليهم. هاخد لفه خيط عشان نقفل الدور ده بقى. هعد من تحت هنا كده معايا سلسله 2، التالتة هندخل في تالت سلسله واخد منها لفه خيط واطلع اكون عليها غرزه عمود بقى في الاتنين في 2. هنا كده خلصت اللون ده تمام. هسحب الابره بتاعتي كده، هطول كده الفتله بتاعتي شويه واسحبها واسيبها كده معايا متعلقه في الشغل بتاعي، واجي ارجع تاني كده للون الاولاني اللي احنا كنا شغالين باول دور ده. احنا مكناش فصلناه خالص تمام. هنبدا نعمل ايه؟ هنا كنت بكون 3 سلاسل ارتفاع الشغل بتاعي، هدخل في النص ما بينها هي والعمدان، واقوم اخده فتله الخيط اللي هي الدور اللي قبله، واقوم اخده منها لفه خيط واطلع اسحبها معايا من وسط الشغل بتاعي هنا، وابدا اطلع معايا اول حاجه سلسله واتمم عليها ان احنا بدانا نوصل في الدور ده. اطلع ب3 سلاسل، 1 2 3 ارتفاع العمود بتاعنا. هبدا اخد لفه خيط وهاجي هنا كده معايا ال3 عمود دول وال3 عمود التانيين اللي بعدهم، هاجي في النص ما بين ال3 عمود وال3 عمود التانيين في النص كده فراغ، هندخل في الفراغ ده واخد منه لفه خيط واطلع معايا 3 لفات على الابره. هاخد لفه خيط اقفل 2، هيبقى معايا لفتين، هاخد لفه خيط اقفل الاتنين لسه معايا على الابره. بكده كونت غرزه عمود. بعد كده هناخد غرزه سلسله، لفه خيط، وابدا اكون عمود تاني، بس المره دي هنعمل عمود راجعين لورا كده، هنرجع لورا الفراغ اللي كان في الاول خالص ده اللي قبل ال3 عمود ده هدخل فيه واخد منه لفه خيط واطلع معايا 3 لفات على الابره، هكون غرزه عمود اقفل 2، هيبقى معايا لفتين، هاخد لفه خيط اقفل الاتنين دول كمان. كده بيكون ده شكل اول غرزه معايا بالشكل ده كده زي علامه الاكس. بعد كده هناخد لفه خيط وابدا اكون الغرزه اللي بعدها. بنعمل ايه؟ هفوت ال3 عمود دول وادخل في الفراغ اللي بعدهم على طول، في اول فراغ يقابلني بعدهم، وهدخل كده واخد لفه خيط واطلع معايا ال3 لفات، هاخد لفه خيط اقفل 2، لفه خيط اقفل الاتنين لسه معايا على الابره. بعد كده ناخد سلسله، لفه خيط، وهبدا اخد العمود التاني بس بيرجع فيه خطوه لورا، بيبقى قبل ال3 عمود دول بلفه كده، واخد منها لفه خيط واطلع واكون فيها غرزه عمود اقفل 2 في 2. هكمل بالنظام ده ال3 عمود اهم، ادخل في الفراغ اللي بعدهم واكون غرزه عمود. بعد كده هاخد سلسله، لفه خيط، واجي في الفراغ اللي قبل ال3 عمود واكون غرزه العمود التانية عشان اكون الاكس بتاعتي. بكده خلصت الدور بتاعي خلاص. اخر حاجه هنقوم واخدين غرزه سلسله، لفه خيط، وهبدا اكون عمود فوق العمود اللبني ده اللي احنا مكناش لسه قفلناه. كده هدخل في النص من غرزه العمود كده بالفتلتين دول كده، هاخد الاول فتلتين واخد كمان معايا الدايره دي، اخلي الابره داخله من وسطها، بحيث انا عايزه اسحب لون الخيط اللبني، هسحب من وسطه الخيط البيش كده بالشكل ده واكون غرزه عمود واقفل 2 في 2. بناء عليه لما اجي اسحب الخيط اللبني ده كده انا كده قفلت الغرزه بتاعتها، الفتله كده خلاص قفلت معايا. هبدا عشان ابدا الدور الجديد هنعمل ايه؟ باخد اللون اللبني ده بقى كده معايا واخده لفه خيط واطلع منه. اول حاجه هبدا اكونها معايا 3 سلسله، 1 2 3، والف الشغل الجنب التاني، واحنا سايبين هنا كده معايا اللون البيج متعلق معايا زي ما هو كده، ما بفصلوش، انا موجود معايا. هاخد لفه خيط في النص، احنا هنا كده كنا بنكون عمود امامي وعمود خلفي بالنسبه لل3 عمود، وفي النص معايا فيهم سلسله. هاجي في النص هنا كده بقى في السلسله دي وهاخد لفه خيط كده وادخل في الفراغ اللي في النص كده ما بينهم اللي هي السلسله اللي كنت بكونها، واكون فيها 3 عمود، 1 2 3. يبقى انا كونت ال3 عمود معايا في الفراغ اللي في النص ما بين العمدان الاكس. بعد كده لفه خيط وهاجي للاكس اللي بعدها اهي في النص كده، هتلاقي هنا السلسله اللي كنت بكونها هكون برضو فيها 3 عمود، 1 تاني عمود، لفه خيط، تالت عمود في نفس المكان بالشكل ده كده معايا، لفه خيط، واجي في الاكس اللي بعدها وادخل في وسطها كده في النص، اشوف الفراغ اللي في النص ما بين العمودين اهو كده، وابدا ادخل اكون فيها 3 عمود، لفه خيط، الاكس اللي بعدها اخر اكس معايا دي بقى
هكون فيها 3 عمود، 1 2 3. تمام بالشكل ده كده معايا. هنيجي بقى اخر حاجه معانا هنا، باخد لفه خيط ال3 سلسله اللي احنا كنا بنكونهم من ارتفاع الدور اللي قبله، هدخل في تالت سلسله واخد منها لفه خيط واطلع اكون غرزه عمود بالشكل ده كده. انا كده قفلت الدور بتاعي، وكده ده بيكون شكل الغرزه لغايه دلوقتي. اسحب الابره بتاعتي من الخيط، تمام، بنسحب مسافه من الخيط كده بس تأمين للشغل بتاعي عشان ما يكرش مني. وهبدا ارجع تاني كده للفتله البيج اللي احنا كنا سايبينها في الاول هنا، وهاجي في النص بعد ال3 سلاسل دول في النص هنا كده، وابدا اخد فتله اللون التاني دي واخد منها لفه خيط واقوم اخده سلسله عشان ابدا الدور الجديد بتاعي في الجنب ده. وهبدا اطلع معايا 3 سلسله، 1 2 3 لفه خيط معايا ال3 عمدان، هعدي ال3 عمدان وادخل في الفراغ اللي بعدهم واكون غرزه عمود، سلسله لفه خيط، ال3 عمدان اهم معايا، ادخل في الفراغ اللي قبلهم واكون غرزه العمود، لفه خيط، هاجي على ال3 عمود اللي بعدهم ادخل في الفراغ اللي بعدها واكون غرزه عمود. بس العمود بتاعي ما احاولش ان انا اشده شويه، ارخيه شويه بس كده معايا ما يبقاش ايه مشدود. بعد كده هاخد سلسله لفه خيط، اجي قبلهم الفراغ اللي قبلهم واكون غرزه عمود، بسحب كده فتله الخيط لفوق شويه. بعد كده ابدا اخد 2 في 2. هكمل بنفس النظام ده بقى كده معايا لغايه اخر 3 عمود معايا في الدور بتاعي، بدخل في الفراغ اللي بعدهم واكون غرزه العمود بتاعي. بعد كده هاخد سلسله وارجع اخد لفه خيط وادخل في الفراغ اللي قبلهم واكون غرزه العمود. بعد كده لفه خيط، وهنيجي بقى هنا كده العمود اللي هو ده اللي انا سايبه الخيط بتاعه لسه متعلق معايا، هدخل كده في النص هنا كده فيه واخد الدايره دي ادخل في وسطها كده من النص، بحيث ان فتلتين الدايره كده يبقوا لافين حوالين الابره بتاعتي. تمام بالشكل ده كده معايا، وهقوم اخده لفه خيط واطلع اكون غرزه عمود باللون اللي في ايدي. اللي كده قفلت الدور ده، اسحب اللون اللبني كده معايا، خلصته كمان وهو لسه موصول معايا في الشغل بتاعي. ده كده الشكل بتاعنا لغايه دلوقتي. هبدا بقى اسيب الخيط البيج ده كده وابدا اخد اللون اللبني واخد منه لفه خيط واخد لفه خيط واطلع بسلسله واشد الخيط البيج ده شويه معايا، واقوم طالعه ب3 سلسله، 1 2 3، الف الشغل الجنب التاني. نفس النظام اللي انا عملته في الدور اللبني ده هشتغله هو هنا، اللي هو لفه خيط وباجي في النص ما بين العمدان كده في الفراغ بتاع السلسله ده في النص، واخد منه لفه خيط واكون 3 عمود، 1 2 تالت عمود معايا في نفس المكان، لفه خيط، وابدا اجي في الفراغ اللي هو اللي بعده ده اللي هو في النص ما بين العمودين كده اللي هي السلسله دي، واكون فيها 3 عمود، 1 2 3 لفه خيط، واجي برضو كده في النص كده ما بين عمودين الاكس هنا في السلسله دي واكون 3 عمود، 1 2 3. بنفس النظام ده بقى كده هشتغل الشغل بتاعي، هشتغل اللون اللبني لغايه الاخر واسيبه متعلق معايا، وهرجع هنا كده اخد فتله البيج اطلع بيها الدور الجديد، وهكذا همشي بنفس شغاله القطعه دي بحجم اكبر عشان اوريكم شكل الغرزه بتاعتنا. وبكده خلص الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون نال اعجابكم وتكون عجبتكم غرزتنا النهارده وتكون سهله وجميله عليكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا. كان معاكم سمر من قناه افكار موري، مع السلامه.